عبد الرحمن فوزي ما كانش مجرد لاعب سجل هدفين في كأس العالم، كان اللاعب اللي خلى العالم كله يعرف الكرة المصرية لأول مرة. في ناس بتصنع التاريخ وفي ناس بتكون هي بداية التاريخ نفسه. في لاعب مصري كل ما هتفتح صفحة من صفحات الكرة المصرية هتلاقي اسمه موجود، أول مصري وعربي وأفريقي يسجل في كأس العالم، وأول مدرب يقود منتخب السعودية، وصاحب واحدة من أغرب الحكايات في مونديال 34. لكن السؤال، ليه واحد بالحجم ده ناس كتير ما تعرفش حكايته؟ كرة القدم في مصر مجرد لعبة بتكبر يوم بعد يوم، لكن القدر كان بيحضر لحكاية لاعب كلمة الأول هتفضل مرتبطة باسمه طول عمره. عبد الرحمن فوزي اتولد في بورسعيد بلد الكورة والبحر، ومن هناك بدأت أول خطوة في رحلة بطل سباق عصر. بعدها بدأ مشواره الاحترافي في النادي المصري سنة 28. موهبته ظهرت من أول يوم تقريبا، في أول مباراة ليه مع الفريق الأول في النادي المصري سجل هدفين، وبالفعل بقى واحد من أبرز نجوم بورسعيد. في محطة يمكن ناس كتير ما تعرفهاش، سنة 32 عبد الرحمن فوزي لبس تيشيرت الأهلي لفترة قصيرة جدا. الخلافات ما بين جماهير الأهلي والمصري وقتها خلته يرجع بورسعيد تاني، وده لأنه شايف إن كرة القدم لازم تجمع الناس مش تفرقهم، لحد ما جت سنة 34 السنة اللي غيرت حياته وانتقل فيها لنادي الزمالك. وفي نفس السنة تم استدعائه لمنتخب مصر علشان يشارك في أول كأس عالم في الوطن العربي وأفريقيا. كل الناس كانت شايفة إن مجرد المشاركة في المونديال إنجاز، لكن عبد الرحمن فوزي ما كانش رايح يشارك وبس، كان رايح يسيب بصمة. وقدام منتخب المجر وقدام آلاف من الجماهير في إيطاليا سجل هدفين، وفي لحظات قليلة اتكتب اسمه بحروف من ده علشان يكون أول لاعب مصري، أول لاعب عربي، أول لاعب أفريقي يسجل في تاريخ كأس العالم. لكن الحكاية ما وقفتش هنا، لأن عبد الرحمن فوزي سجل هدف تاني، لكن الحكم لغاه وسط اعتراضات كبيرة، والقرار ده لحد النهاردة ناس كتير بتعتبره واحد من أشهر الأخطاء التحكيمية في تاريخ الكورة. ورغم خروج مصر خرج عبد الرحمن فوزي بطل، وتم اختياره ضمن فريق العالم في مونديال 34. رجع عبد الرحمن فوزي للزمالك وبدأ رحلة جديدة. ما كانش مجرد جناح سريع، كان صاحب تسديدة بيخاف منها أي حارس مرمى، علشان كده الجماهير قالت عليه هداف القذائف الصاروخية. المنافسين ما كانوش بيخافوا من سرعته بس، كانوا بيخافوا كمان من طريقة لعبه، تسديد باليمين والشمال بنفس القوة، رأسيات وصناعة أهداف بنفس الجودة اللي بيسجل بيها. علشان كده كتير من المؤرخين اعتبروه واحد من أفضل المهاجمين في تاريخ الكرة المصرية. عبد الرحمن فوزي حقق مع الزمالك 11 بطولة، وساهم في بناء واحد من أقوى أجيال الزمالك. ومن أكتر المباريات اللي اسمه ارتبط بيها انتصار الزمالك التاريخي على الأهلي 6-0 سنة 42، ليلة لسه جمهور الزمالك بيحكي عنها لحد النهارده. عبد الرحمن فوزي تألق فيها وسجل هدفين في المباراة، لكن الأساطير الحقيقية ما بتقفش عند آخر ماتش. بعد اعتزاله سنة 47 بدأ فصل جديد، مدرب وصانع أجيال قاد الزمالك 10 سنين كاملة علشان يكتب اسمه كصاحب أطول فترة تدريب في تاريخ الفريق، ويحقق مع الزمالك 7 بطولات كمدرب، فيكتب تاريخ تاني جديد يكون بيه واحد من انجح المدربين في تاريخ نادي الزمالك. وخلال الفتره دي عمل انجاز محدش قدر يعمله قبله، بقى اول مدرب في تاريخ الكره المصريه يدرب فريقين في نفس الوقت، كان ماسك الزمالك وفي نفس الوقت ماسك غزل المحله، وقاد المحله لاول صعود في تاريخه في الدوري الممتاز. وفي سنه 53 مصر كانت محتاجه لخبرته ولشخصيته، ولما جه وقت النداء ما تاخرش، مسك منتخب مصر في دوره الالعاب العربيه وقدر يحقق اللقب ويضيف بطوله جديده لسجل مليان نجاحات. وبعدها كتب صفحه جديده في الخليج علشان يكون اول مدير فني في تاريخ منتخب السعوديه. رحلته العربيه ما وقفتش هناك، كتب خلالها اسمه في تاريخ نادي الكويت بتحقيق لقب اول دوري في تاريخ النادي، وبعدها رجع لبيته من جديد الزمالك، لكن المره دي بادوار مختلفه بين التدريب والاستشاره الفنيه، علشان يكمل حكايه طويله مع الزمالك امتدت لاكثر من 40 سنه. عبد الرحمن فوزي كان موجود في كل بداية مهمة، أول ظهور لمصر في كأس العالم، بداية أمجاد الزمالك كلاعب ومدرب، بداية مشوار منتخب السعودية، سنين طويلة عدت وأجيال كتير جت ومشي، لكن اسمه فضل حاضر في الذاكرة. رقم عبد الرحمن فوزي في كأس العالم فضل صامد 92 سنة، ما نجحش أي لاعب مصري إنه يسجل في تاريخ كأس العالم أكتر منه، لغاية ما جه محمد صلاح في نسخة 2026 والرقم اتكسر، لكن فضلت البداية باسم واحد، لأن اللي بيصنع البداية بيفضل جزء من التاريخ للأبد. وفي 16 أكتوبر سنة 88 رحل عبد الرحمن فوزي، لكن الزمالك رفض إن اسمه يرحل، فأطلق اسمه على الصالة المغطاة في النادي علشان اسمه يفضل موجود ما بين الأجيال. ولما تسمع كلام الناس اللي اتدربوا على إيده أو لعبوا معاه هتفهم قيمته أكتر. عبد الكريم صقر قال إن اللعب جنبه كان متعة لا توصف، وعبد البقال قال إنك تشوف عبد الرحمن فوزي بيلعب كأنك بتسمع أغنية جميلة لأم كلثوم. أما محمد حسن حلمي رئيس نادي الزمالك السابق فاعتبره واحد من أكفأ اللاعبين والمدربين العرب، ودي يمكن أكبر شهادة في حق أسطورة جيله كله شهد عظمته. عبد الرحمن فوزي ما كانش مجرد لاعب سجل هدفين في كأس العالم، كان اللاعب اللي خلى العالم كله يعرف الكرة المصرية لأول مرة.